كلاب كوكر اسباني. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. اول كلامنا احنا بنتكلم على ملك جمال برنس، جمال وشقاوة وحب لصاحبه، لكن طبعا هو كلب زينة مش كلب حراسة. احد اشهر سلالات الكلاب الصغيرة كلاب كوكر اسبانيا مناسب جدا للعائلات، حيث انه يمكنه الحياة داخل المنزل، كما يمكنه اللعب معك في حديقة منزلك، كما سيصحبك في تمشية لطيفة بعد الظهر، أو يصحبك إلى بيت أصدقائك ويضفي جوا من المرح على الجميع. نشأت هذه السلالة في المملكة المتحدة، وكانت من أشهر الكلاب المنزلية لعقود طويلة، ثم بدأ انتشار السلالة من إنجلترا إلى مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من صفات رائعة. كلاب كوكر أسباني مشهور بطبعه الودود والمحب لجميع أفراد الأسرة، دائما نشيطة وسعيدة وتستطيع التكيف في مختلف الظروف. تتميز بذكائها الشديد وإخلاصها لأصحابها وقدرتها على الحياة مع البشر. برغم كل صفاته الجيدة، لكن يحتاج كلب كوكر إسبانيول التدريب الدائم، فهو ليس كلب قائد بطبعه، ويحتاج منك دائما التوجيه، وستلاحظ طاعته لأوامرك بسهولة. لا يحب الضوضاء، ولذلك فإن كثرة الضجيج تسبب لهم الذعر والضيق، وربما المشاكل السلوكية مثل الخوف الشديد من الأصوات العالية. لذلك فهي تحتاج رعاية خاصة من ناحية التدريب والتعود على الظروف المختلفة. طول الذكر من 39 إلى 41 سنتيمتر، طول الأنثى من 35 ل 38 سنتيمتر، وزن الذكر من 13 ل 14 كيلوغرام، وزن الأنثى من 13 ل 14 كيلوغرام. لون العينين: تتمتع هذه السلالة بعينين مستديرة وجميلة، وغالبا ما تكون ذات لون بني أو لون داكن في الكلاب ذات اللون البني أو الذهبي. أما في سلالات كوكر ذات اللون الأبيض فقد تظهر العينين بلون عسلي فاتح متناسق بشكل كامل مع لون الفراء. وبشكل عام فإن عيون كلب كوكر تظهر الذكاء والنشاط عند النظر إليها، في نفس الوقت فهي تظهر الطيبة والمرح بشكل كبير. شكل الأذنين في كلاب كوكر أسباني: الأذنين هي أحد أكثر ما يميز شكل سلالة كلب كوكر أسباني، حيث أنها كبيرة ومتدلية على جانبي الرأس. برغم ذلك فإن أذني كلاب كوكر لا تعيقه عن الحركة والعمل واللعب، وتضفي عليه شكلا جميلا ومميزا جدا. لازم تعرف أن سلالة الكوكر تنشئ رباطا قويا مع الأشخاص الذين يهتمون بطعامها ونظافتها وشؤونها، لذلك فهم مخلصين جدا لهم ويحتاجون دائما رعاية واهتمام فائقين. لازم نقول إنها مناسبة جدا لمن يقتني الكلاب لأول مرة، لأنها سهل التعامل معها، وكذلك يمكنها التعلم بسهولة. لكن عشان نحافظ عليها لازم نعرف إنها من السلالات التي تحب الطعام كثيرا، لذلك عرضة للإصابة بالسمنة، لذلك لا تفرط في تقديم الطعام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.